لجنة إعادة النازحين. أهلا بك معنا. يعني خلال الأسبوع الماضي هنالك حملة كبيرة لإعادة النازحين، ولكن لا تزال هنالك معوقات، يعني ما الذي يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، حقيقة نحن بالنسبة لنا الأعمال تسير على خير ما يرام. تنظيف المدينة بنسب جدا عالية، سواء على مستوى الطرق أو الشوارع، وكذلك على مستوى الأحياء. تم تفتيش بيت، والآن الحقيقة أصبحت المدينة جاهزة بنسبة 80%. نحن الموعد سيكون 10. المدينة الرمادي ستكون جاهزة لاستقبال النازحين، آمنة من المفخخات والعبوات والفلين، وكذلك ستكون جاهزة بالنسبة للتنظيف من الركام والشوارع كلها مفتوحة. كل الحفر في مدينة الرمادي قد تم دفنها، بمعنى أن الخدمات الأساسية ستكون جاهزة. وبالنسبة للمياه، الحقيقة تم تشغيل محطة المياه الرئيسة بالنسبة لمدينة الرمادي، وكذلك تم 11 محطة في شرقي الرمادي، وبذلك يكون الماء قد وصل إلى كافة الدور. القطوعات الرئيسية اللي قد تم تصليحها أيضا. تم الحقيقة مد الشبكة عبر نهر الفرات إلى التأميم وال7 كيلو وال5 كيلو. الكهرباء للأمانة قد تم محطة الحسين قد تم تشغيلها بالأمس وبطاقة 7 ميجا، وهي طاقة تكفي للمستوى المدينة. إلا أننا مع الأسف الشديد فوجئنا في صباح اليوم أن الكرت في هذه المحطة قد تم، وهو الكرت البورد الذي يشغل المحطة، لكن سنعمل على إعادة هذه تشغيلها قريبا. طبعا هذا قد تم للأمانة بجهد كبير من وزارة الكهرباء، وكذلك من دائرة المياه في مدينة الرمادي، بالإضافة إلى المتطوعين والجهد الكامل للمتطوعين في موضوع التنظيف الشوارع. كذلك قيادة الجيش، الجهد التكتيكي للجيش والجهد التكتيكي لقيادة الشرطة والجهد التكتيكي للمتطوعين. الآن المدينة للأمانة أصبحت جاهزة أو قريبة من الجهوزية. الموعد 10/4 هو الموعد النهائي لاستقبال النازحين، وبالنسبة لنا يعد موعدا مقدسا. طيب شيخ عبد اللطيف، يعني تتحدث عن أن هناك مناطق تم تنظيف، هناك جهود أعادة البنية التحتية من كهرباء أو من خدمات أخرى لبعض هذه المناطق. لماذا لا يعود نازحو هذه المناطق تكتمل بقية الاستعدادات للمناطق الأخرى؟ يعني النازحون في المناطق يطالبون بالعودة إلى مناطقهم. مع عودة النازحين، وقلت لك أن 10/4 الموعد المقدس لعودة النازحين، وسأكون في الخالدية مناطق في استقبال النازحين، شاء من شاء وأبى من أبى. للأمانة نحن نريد نصل إلى درجة اليقينية بأن بيتا واحدا لا يوجد فيه مشكلة، أن محلا واحد فيه مشكلة. كذلك نريد الوصول إلى المقتربات بالنسبة للمناطق، للأحياء، للأرياف. يعني نريد أن نطهر المقتربات، خصوصا في منطقة الصوفية، منطقة حصيبة وما يقابلها. يعني حصيبة الآن آمنة جاهزة، الجويبة آمنة جاهزة، الصوفية آمنة جاهزة، الصجارية ستكون آمنة 5 أيام المقبلة. لكن الطريق العام، عبر الطريق العام توجد سكة القطار وتوجد سدة الحبار. نحن نريد هذه المنطقة أيضا تكون مؤمنة، لأننا نخشى من أن قسم من الرعاة أو من الأطفال يخرجون إلى منطقة، وبالتالي نريد أن نطمئن بصورة كاملة. أنا للأمانة حتى أكون دقيق معك، غدا سترى أكثر من 20 آلية تمثل كاسحات ألغام، أجهزة سونار، وسأدعم الجهد الموجود في مدينة الرمادي خلال الأسبوع هذا بتجهيزات أخرى، ربما ستصل 14 كاسحة ألغام في مدينة الرمادي، إلى أجهزة سونار، إلى أجهزة الاستشعار المناطق المفخخة أو مصائد المغفلين،
وبالتالي نحن أعطينا قشرة هو الموعد النهائي لقدوم النازحين. وأعتقد أن هذه الفترة قياسية بالعمل، هذا العمل الذي قمنا به وقام به المتطوعون الأبطال. هذا العمل كان سيستغرق سنة كاملة بالمعايير التقليدية، لكن نحن أنجزنا هذا العمل في 60 يوم. لك أن تتصور عدد العبوات والمفخخات ومصائد المغفلين التي تم تفخيخها أصبحت اليوم تزيد على 2500، والرقم النهائي في يوم 9/4 في تقرير كامل لعدد العبوات. كذلك سأعطي تقريرا كاملا الشوارع التي تم تنظيفها بالكيلومتر بالمتر، سأعطي للكميات التي تم نقل السبيس إليها، سأعطي الكميات للركام الذي تم نقله، سأعطي الأحياء وعدد البيوت التي تم تفتينها. هذا عمل للأمانة لا يمكن أن يتم بمعايير دول، يعني للأمانة يتطلب جهد دول بالكامل. أقول لك والله والله إن توفيق معنا، والله كنا نعمل تنفجر العبوة الناسفة لا يرتعش لنا جفن. الله سبحانه وتعالى قد أنزل سكينته على كل المتطوعين في عمل دؤوب مستمر، وأريد أن الله سبحانه وتعالى كان معنا في هذا الإنجاز الكبير. وأعتقد أن هذه رسالة لكل الدين، هذه التجربة يجب أن تدرس، خصوصا إذا علمنا أن كل هذه الآليات التي تم استعمال مناطق والتي زادت على 42 آلية ثقيلة، كل هذه الآليات هي تطوع. لم نصعد هذا اليوم لحد هذا اليوم إلا مبلغ يساوي 222 مليون، وهذا المبلغ قد تم صرفه على تأهيل المعدات من حيث البطاريات والتايرات وعامل المتطوعين، وكذلك الحقيقة إكراميات بسيطة لبعض المتطوعين حتى يشترك يتصل بأهله. الإنجاز كبير، المبلغ لا يساوي شيء بالقياس إلى هذا المنظر. صحيح أن الآليات هي تطوع، لكن الجهد الكبير المبذول هو جهد جدا رائع. أنا للأمانة بمستقبل محافظة الأنبار، لأن أبطال كهؤلاء الذين يعملون اليوم مدينة الرمادي قادرون على أن يعيدوا إعمار هذه المدينة وبنائها. ولذلك أعتبر قشرة أرض موعدا مقدسا ليس لي ولا للمتطوعين فحسب، بل هو موعد مقدس للطفل في خيمة، للأخت، للبنت، للشيخ الذي خط الزمن تجاعيد الألم والحزن على وجنات. هذا موعد مقدس لأنه بوابة الأمل للنازحين في يثرب، في جرف الصخر، في آمرلي، في سليمان. هذا موعد 10/4 موعد مقدس لأنه بوابة الأمل لنينوى بكل قراها بكل طرقها. 10/4 موعد مقدس لأن في الأمل بوابة صناعة المستقبل. 10/4 موعد مقدس لأني أعتقد وبيقين أننا تكون البوابة للوصول إلى الدولة القانونية التي تقوم على قاعدة المواطنة المتساوية بلا تحصاء بلا استئصال. موعد 10/4 موعد مقدس لأنه سيكون بوابة وحدة وبوابة مغادرة الإرهاب من العراق ورحيله إلى الأبد. طيب شيخ عبد اللطيف، بما أنك تتعنى وصدق أمام الرأي العام وبشهادة أيضا أمام الرأي العام، نود الاستماع منك. وتحدثت قبل قليل عن موضوع سرقة كهرباء في الرمادي، من قام بهذه السرقة بأمانة وبشهادة أمام الرأي العام؟ والله نحن للأمانة هو ليس فقط هذا، هناك أيضا ما سنقوله بعد 10/4، لكن دع المركب يسير، دع القافلة تنتهي إلى نهايتها. فرحة ستكون كبيرة في 10/4. سنتحمل كل الضغوطات، سنتحمل كل الآلام، أن نمسح، أن نكفكف
دمقة الطفل في المخيم فقط يعني. طيب شيخ عبد اللطيف، ذكرت قبل قليل بأن النازحين ممنوعون من العودة، من الذي يقف اليوم وراء منع عودتهم إلى مناطقهم؟ أنا الحقيقة لم أسمع بأن هناك نازحون سيمنعون من العودة، لأنه للأمانة واضحة، لا حماية لأحد فوق القانون، لا ذبح ولا قتل ولا تهجير فوق القانون، إعلاء صون. أنا أعتقد ليس من حق أحد أن يمنع مواطنا من الرجوع إلى وطنه، وإذا كانت عليه قانونية القانون هو الذي يحكم، ويجب علينا أن نلتزم بهذه الوثيقة. العقوبة الشخصية وليس، لا يجوز أن تكون جماعية، لأنه هذا في نص الشريعة الإسلامية وفي القانون العقوبة شخصية ولا تزر وازرة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، كل نفس بما كسبت رهينة. وبالتالي ليس من حق أحد أن يمنع أحد العودة إلى داره إلى وطنه، لأن الكل يحمل الجنسية العراقية والمواطنة العراقية، ومن عليه مشكل قانوني يجب عليه أن يحل هذا المشكل مع القضاء. من تلطخت يده بالدماء يجب أن يأخذ عقوبته، وإعلاء سلطة القانون هي حماية للظالم والمظلوم معا، لأنها تنصف الظالم والمظلوم. عبد اللطيف، يعني سنكمل معك الحوار، ولكن دعنا نستمع لتصريح من إحدى النازحات وهي تستهجن بألم ما يقدم. اليوم احنا 3 أيام لنا بالمخيم، وهاي شوفت عينك تراب يغربينا، أكل ماكو، الناس 3 احنا مفطومين جهال، ناس تلي وشربت، وهاي تمناتهم، هاي مال 12 مال 17 نفر، التأميم محررة ونظيفة، 7 كيلو محررة ونظيفة، القرية وزقورة محررة ونظيفة، بيت كل شيء. إذا الشيخ عبد اللطيف، استمعت لاستهجان هذه النازحة التي تتحدث عن وصول مساعدة تكاد تكون قليلة جدا، والحديث أيضا عن يعني أشياء ربما تعتبر هي للطفولة تعطى، وهي يعني اليوم هذه المساعدات من المسؤول عنها؟ من المسؤول عن كمياتها؟ لماذا تقدم بهكذا طريقة إلى النازحين؟ شوفي، هذه المرة أنا سمعتها، يعني أعتقد سمعتها يعني سماع بالمباشر، يعني طريق التقرير، لأني يعني ما أشاهد التقرير الآن. شوفي أختي، كل المجتمع مسؤول عن موضوعة النازحين، كل الأطراف مسؤولة. هناك دول قدمت منح، يجب علينا أن نفتح التحقيق مع من استلم هذه المنح. هناك جمعيات سلمت مواد غذائية، يجب علينا أن نسأل أين ذهبت هذه المواد الغذائية. هناك بعد عودة النازحين سيحاسب النازحون كل الأطراف حسابا قصيرا، لأني أنا يقين أنه هناك سلات غذائية قد تم التبرع بها من جمعيات، قدمت على أنها قد تم شراؤها من جهات معينة. هناك حزمة كبيرة التي يجب أن تحقق بها الدولة تحقيقا رسميا، لأن هذا الملف وفساد كبير، ويجب على الجميع أن يأخذ جزاءه. المشكلة في مشكلة النار مني ومنك وأكبر، يعني مشكلة النازحين مشكلة قذابات كبيرة، شلالات من الحزن من الألم. كل ما نستطيع، يعني أنا شخصيا في موضوع زنقورة، أنا لمدة 3 أيام أعمل ليل نهار لم أستطيع طلباتهم، لأنه لا يوجد قون لنا إلا بعد 3 أيام. أنا اتصلت بمنظمات دولية قدمت حينات الحقيقة، وهي مشكورة قدمتها، وأنا سهلت وصولها بعد 10 ساعات أو 12 من الاتصالات المستمرة في سبيل أن أوصلها إلى الرمادي. قدمت على شكل مياه، على شكل مامات، على شكل بطانيات ودواشق. المشكلة كانت كبيرة بالنسبة لموضوع زنقورة، لم دارتها بطريقة صحيحة، علما أني من الساعة الأولى قد أخليت بالسيارات، أنا وكل معي قد أخلينا بسيارات الحمل أكثر من 10,000، وكنت أنا موجود من الساعة 7 وإلى الساعة 2 بعد منتصف الليل موجود في هذا المكان. لم نستطع أن نوصل إلا 100 خيمة
تم نصبها آلاف وباتوا في القراء، ولم يكن لدي بطانيات. اضطررت في اليوم التالي أن البطانيات لم اليوم التالي إدارة المخيمات، كل المخيمات إدارتها إدارة في الأعم الأغلب إدارة سيئة. لم نستطع نحن أن نفي بمتطلبات النازحين. هذا اعتراف حقيقي وجدي. يجب فتح ملف الدول المانحة وهذه الأموال التي منظمات مانحة، دول مانحة، أين ذهب؟ طيب شيخ عبد اللطيف، هذه نقطة خطيرة أشرت إليها، وهو ضرورة أن التحقيق بشأن هذه الإعانات. هذه إعانات دولية، من قام باستلام هذه الإعانات إما جهات حكومية محلية داخل محافظة الأنبار، أما جهات ملف النازحين. اليوم أنتم هل تعرفون الجهات المتورطة بسوء توزيع هذه الإعانات أو عدم توزيعهن أصلا في هذه الفترة؟ أنا أعتقد ضرورة فتح تحقيق أيا كان، وليأخذ كل جزاءه بدموع وآلام هؤلاء الفقراء المساكين الذين يعيشون البؤس والشقاء في مخيمات كارثية. يجب عليهم أن يأخذوا جزاءهم. عندما في لحظة الحق ستكشف كل الأمور. ولكن اليوم شيخ عبد اللطيف نحن في شهادة أمام الرأي العام. هل اليوم لديها عليها علامات استفهام؟ شاركت في هذا الموضوع، شاركت في سرقة لقمة النازح اليوم في هذه المخيمات. عندما تحين لحظة الحقيقة سأتحدث كل شيء. طيب شيخ عبد اللطيف، أيضا إلى تصريح هذه السيدة قبل قليل، هناك نوع من الاستهانة بالنازح عندما توزع الشوكولاتة الفاسدة من قبل جهة معروفة داخل محافظة الأنبار قامت بتوزيع هذه المساعدات. لماذا اليوم لا نكشف هذه الجهات الفاسدة أمام الرأي العام، أمام النازح؟ نعرف اليوم أهالي الأنبار من أنصفهم في هذه الأزمة ومن ظلمهم فيها. أخي العزيز، الحمل ثقيل جدا، ولأن الحمل ثقيل و10/4 هو الموعد المقدس، موعد مقدس. سأتحدث بعد 10/4 وإلى قناتكم راعية الحقيقة، وقناتكم هذه القناة الرائعة التي تعبر عن نبض الجماهير ونبض القهر الذي والمعاناة الكبيرة التي يعيشها الناس. أعدك أني سأخرج على قناة الشرقية خاص وسأتحدث كل الأمور. طيب شيخ عبد اللطيف، هنالك مناطق جديدة ربما في طور التحرير، ربما بلاد نازحة جديدة أخرى. أنت تتحدث عن موعد مناسب جدا وهو 10/4، ولكن إدارة، عندما تتحدث المخيمات بأنها إدارة سيئة، أين هو دور إذن مجلس محافظة الأنبار؟ لا، هو الدور الحقيقة للأمانة المخيمات في الأعم الأغلب مخيمات الإدارة غير موجودة، تديرها جزء منها منظمات مجتمع مدني، لكن الحقيقة هذا لا يعفي المسؤولية. أنا أعتقد وبيقين أن هناك فساد حقيقي، خصوصا فيما يتعلق بالأموال التي أعطتها المنظمات المانحة والدول المانحة. وركزي لي 70 خط أحمر لا مو 70، تريليون خط أحمر الدول المانحة، تريليون خط أحمر. نعم شيخ عبد اللطيف، هل من كلمة تريد اليوم للنازح في المخيمات من جميع المحافظات؟ أنا أرسل كلمة، أنا معكم إلى أن يعود آخر نازح إلى بيته وداره في كل العراق، ليس في الرمادي فقط، سأكون في نينوى، سأكون في يثرب، سأكون في آمرلي، في سليمان بيك، سأكون في جلولاء، حيثما الواجب الوطني سأكون موجودا، وأنا رهن الإشارة. نعم الشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس لجنة إعادة، شكرا جزيلا إليك.